السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيصل عنزي. اليوم لكم شرح كيف تضيف البطاقة الراجحي في المحفظة في الايفون. طريقة جدا سهلة ومرة بسيطة، ما راح تاخذ منك وقت. يلا نبدأ الخطوات. اول شيء تخش على حسابك في الراجحي، ثم تختار الحساب اللي تضيف للبطاقة، ثم تروح عند الخيار الاعدادات، ثم تختار محفظة ابل، اضافة الى محفظة ابل، تضغط عليها. ثم زي ما تشوف راح تطلع معك البطاقة كذا، راح يكون تحت في خيار اضافة الى محفظة ابل، تضغط عليه. ثم زي ما تشوفون راح ينقلك لصفحة الإضافة، راح هو يعبي لك البيانات كاملة، اسمك ورقم البطاقة، ثم راح تضغط تالي. ثم زي ما تشوفون هنا الشروط والأحكام حقت آيفون لازم تقبلها، تضغط موافق. ثم زي ما تشوفون راح يطلع لك فوق إذا أضفته تم إضافة البطاقة، يطلع عليك عندك علامة صح. ثم زي ما تشوفون هنا يقولك تبغى تمكنها في المواصلات، ترى عاد تقدر تدفع فيها في القطار وزي كذا، بدك تدفع منها، تضغط تم. ثم زي ما تشوفون الخيار الثاني او الخطوه اللي بعدها التحقق من البطاقه. زي ما تشوفون هنا راح يرسل لك على رقمك المضاف في الراجحي، يعني ما راح يرسل لك، راح يتصل عليك ثم يرسل لك رساله. الاتصال راح يقول لك مثلا اضغط على رقم 3 عشان يجيك كود عشان تفعل البطاقه في ابل باي. اوكي، تضغط على التالي، ثم راح يجيك اتصال، ثم بعد الاتصال راح تضيف الرمز. بعد ما تضيف الرمز تضغط على التالي، وزي ما تشوفون اخر شيء راح يطلع لك هنا تم تنشيط البطاقه. اذا طلع لك هذا الشيء خلاص 100% انها تفاعلت معك البطاقه. وزي ما تشوفون بعدها يقول تبغى تعيين البطاقه افتراضيه في المحفظه. اذا حطيت استخدام راح تكون هي البطاقه الاساسيه لك في الاستخدام، او اضغط ليس الان. بعدها زي ما تشوفون تضغط ليس الان او اعتبار بطاقه افتراضيه ما فرقت. بعدين راح يرجعك لتطبيق الراجحي، راح يقول لك لقد نجحت في اضافه البطاقه الى ابل باي. وكذا بكل بساطه قدرت تضيف البطاقه في ابل باي. وبس، نهايه المقطع. تمام، ما تنسون اللايك واشتراك بالقناه، يلا مع السلامه.